تعالوا وياي نسوي أطيب كيكة بركانية ممكن تاكلوها طريقة كلش سهلة وكلش طيبة وبدون خفاقة وبدون خلاط كهربائي. خلوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا جرس الإشعارات. يلا وياي نسوي الكيكة. مساء الخير، شلونكم حبايبي؟ اليوم راح نسوي كيكة كلش سهلة وكلش بسيطة، فتابعوا وياي الفيديو للأخير وشوفوا الطريقة. فأول بداية راح أبدي أضيف 4 حبات من البياض. لازم البياض يكون بدرجة حرارة الغرفة. وأضيف ظرفين من الفانيلا بالسكر. إذا الفانيلا سادة ضيفوا كمية قليلة، بس إذا فانيلا بالسكر عادي، ايش قد ما تحبون تضيفون منها ضيفوا مت. وأخلط البيض إلى أن يتغير لونه وتذوب الفانيلا. برش الليمون لأن شكو زفرة موجودة عندنا بالبياض يخفيها، وبنفس الوقت ينطي نكهة وطعم كلش طيب للكيكة. وأكيد راح أبدي أضيف شكر. هنا شكر، هنا 3/4 الكوب من الشكر. وأبدي أضيف زيت. الزيت تقريبا نصف كوب. لازم الكوب اللي تقيسون به نفسه تستخدمون تقيسون به كل المواد حتى تطلع عندكم المقادير مضبوطة. أضيف الطحين. أي نوع طحين متوفر عندكم استخدموه، يعني بالنسبة للطحين الأبيض الصفر، هذا الطحين أنا متأكدة من عنده نوعيته زينة، فلهذا ما راح أنخلط. كوب يعني من الطحين. وأبدي أضيف ظرفين من مسحوق البيكنج باودر، ما يعادل ملعقة كبيرة من البيكنج باودر أو 20 غرام. بنفس الطريقة أخلط باتجاه واحد. طبعا المي أضيفه بالتدريج. أول بداية أخلط الطحين ويا هذه المواد السائلة، وبعد ايش قد أشوفها تحتاج مي. هاي هنا ضفت نص كوب من المي ورشة ملح حتى تتعادل كمية الحلا عندي، وأخلط. ونفس الشيء قلت لكم باتجاه واحد تخلطون، وتبقون حبايبي تخلطون بها الى ان تحسون الكيكه صارت عندنا سلسه، ما بها اي تكتلات، والخليط يكون لا هو ثخين ولا هو كلش خفيف. هذه بالنسبه للكيكه اليوميه او الكيكه البركانيه. هسه انا دا اسوي كيكه بركانيه، وهذه هي مقاديرها. طريقه كلش سهله وكلش حلوه وما تاخذ وقت وبسرعه تصير عندنا. هذا القوامها مضبوط. هسه اتركها على جهه وابدي احضر القالب. فشوفوا حبايبي، هسه هنا عندي القالب، اي قالب او جدر فافون تقدرون تشوون به الكيكه. فهنا عندي قلاص. انا طبعا دهنته بالراشي القالب حتى ما يلزق الكيكه، ما تلزق بعد ما تستوي. ممكن ترشوها بزيت، تخلوها لها زيت وترشوها بطحين كيفكم. فاني لان اريد اسوي كيكه بركانيه وما عندي قالب مفتوح، فخليت هنا هذا القلاص. ولا تخافون ما ينكسر القلاص. همين دهنته داير مداير بالراشي وخليته داخل القالب. وهسه راح ابدي انزل خليط الكيكه، وبهذا الشكل داير مداير تنزلون الخليط. وبهذا الشكل هسه كملت عندي. بهذا الشكل اضربها 3 مرات 4 على القاع حتى تطلع كل الفقاعات الهواء داخل الكيكه، حتى ما ترتفع عندنا الكيكه بالفرن جهه عاليه وجهه ناصيه، فلهذا نضربها حتى يصير كلها باتجاه واحد. وهسه راح ابدي ادخلها للفرن. طبعا الفرن انا فاتحته سابقا على درجه حراره 180 لان فرن كهربائي. اما الفرن الغازي فتخلوه على درجه 160 فقط من الاسفل. هسه راح ابدي ادخلها للفرن. هسه حبايبي راح اسوي الصلصه مال الكيكه او الصوص للكيكه البركانيه. فراح استخدم هذه الشوكولا، تكون هذه كيلوات اشتريها بهذا الشكل، واخذ من عندها قسم واذوبه. فشوفوا هسه انا اخذت من عندها هذا. شوفوا حبايبي بدأت تذوب عندي الشوكولا على هذا الشكل، بس مجرد انه خلينا جواها بخار ماء. طبعا تشوفون بدأت تذوب عندي. هسه راح ابدي اخلي لها قشطه. اي نوع قشطه متوفره عندكم
قشطة يعني القيمر. وإذا ما متوفر عندكم ضيفوا كريم شانتي مخفوق وكامل كريم شانتيه تقدرون تضيفوه. فهسه أنا راح القيمر حتى يسهل عندي ذوبان الشوكولا بسرعة. وقلت احنا ليش نضيف القيمر او القشطة للشوكولا؟ حتى تصير عندي سلسة ومثل الصوص اللي يكون سايح وطعمه يكون كلش طيب. فهسه شوفوا من ضفته راح بسرعة يذوب ويا الشوكولا. فإذا احتاجيت بعد أضيف بالنهاية. قلت لكم يا أما تضيفون كريمة أو قشطة اللي هي القيمر. وهسه حبايبي مثل ما تشوفون ذابت عندي الشوكولا كلها وصارت بهذا الشكل. شفتها تحتاج بعد قشطة أو كريمة، فراح أرجع أضيف لها علبة ثانية من القشطة. تشوفون حبايبي على هذا الشكل ضفت لها العلبة الثانية وراح أخلطها إلى أن تذوب. طبعا هسه راح أطفي يعني المي على الشوكولا وصارت عندي بهذا الشكل. صار عندي صوص الشوكولا جاهز وهذا قوامه. إذا حبيتوا تخففوه بعد تقدرون تزيدون كمية قشطة. بعد ما طلعت الكيكة من الفرن شوفوا شلون هي محمرة وشكلها يخبل روعة. فهسه راح أبدي أقلبها بالقالب وعادي. شوفوا هنا عندي وشوفوا حبايبي القلاص ما عليه شي لا انكسر ولا أبد وما صار بي أي شي، فعادي بكل سهولة. هسه راح أبدي أرفع. شوفوا حبايبي بكل سهولة رفعته القلاص ما عليه شي. وهنا الكيكة عندي مستوية وجاهزة. هسه راح ابدي اقلبها حتى تشوفون شكلها من الجهة الثانية. محمرة وهشة وتخبل. اتركها هم تبرد. يلا ابدي اضيف لها الصلصة. ما يصير وهي حارة اضيف الصوص، لان بس اضيف الصوص والكيكة حارة راح الكيكة تشرب كل الصوص وبالتالي ما راح تصير عندي كيكة بركانية، راح تعجن. وشوفوا حبايبي هاي شكل الكيكة من الجهة الثانية وشوفوا هي شقد طرية وكلش هشة. طبعا انا هسه مطلعتها من الفرن فكلش حارة. بعد ما بردت عندي الكيكة بشكل كامل وصوص الشوكولا صار عندي جاهز. أنا سويت صوص الشوكولاتة شوية يكون ثخين، فأنتم إذا تحبون قوامه يكون أخف من هيك شي تقدرون تخففوه بعد بالشوكولا أو بكريمة شانتي أو بحليب سائل كامل الدسم. يعني تخففوه حتى يصير أخف من هيك قوام، لأن هو أصلا راح يثخن بعد عندي الصوص. فصار عندي بهذا الشكل ووزعته على الكيكة من كل الجهات. واهم شي تخلوه داخل هذه الفراغ اللي سويناه بالوسط حتى ما نقص الكيكة يسيح عندنا صوص الشوكولاتة او الجناش، حتى يكون عندي كيكة بركانية بامتياز. فهسه بهذا الشكل وزعت اني عليها الصوص وراح ابدي ازينها. التزيين راح يكون حسب ذوقكم وحسب رغبتكم، واكيد التزيين كل ما يكون بسيط كل ما تكون الكيكة يعني جماليتها حلوة. فأنا متوفر عندي جوز مبروش وراح أبدي أزينها بيه، وأزين أيضا بالورد الجوري المجفف. فأول بداية بديت أضيف جوز مبروش، أو ممكن تضيفون الفارميسول الغذائي اللي هو حبيبات السكر الغذائية الملونة. وعندي هذا مجموعة من الورد الجوري المجفف راح أبدي أيضا أزين بيها الكيكة تنطيها جمالية حلوة. وطبعا هذا الورد قابل للأكل ينوكل يعني. وهذا الشكل النهائي لكيكتنا لهذا اليوم. أتمنى أنه تعجبكم. طريقة كلش سهلة وكلش حلوة، صار شكلها وطعمها خيال تحفة. إن شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم. فاني قدمتها بهذا الشكل. اليوم يصادف 15 شعبان مولد الإمام الحجة عليه السلام، فصارت بهذا الشكل كيكتنا لهذا اليوم. أتمنى أنه عجبتكم. فإذا عجبتكم قناتي
وزرتوها أول مرة اشتركوا بيها، فعلوا جرس الإشعارات على الكل حتى يوصلكم كل شيء جديد أنزله أول بأول. وأيضا شاركوا فيديوهاتي على مواقع التواصل الاجتماعي بين أحبابكم وأصدقائكم حتى تعم الفائدة. سووا حفظ للفيديو، وإن شاء الله أنزلكم فيديوهات جديدة وقادمة. انتظروني، وأقولكم أترككم في حفظ الله ورعايته بوصفة جديدة. مع ألف سلامة، باي.